كنت غادي كنشوف الفيسبوك كنقلب وانا نتلاقى صدفه مع هاد المصيبه هادي خوتي ساري بول. هادي خوتي دارت واحد الفيديو الاخراني ومصيبه الكحله خوتي. عريانه مره كلشي عريان وكدير الدهنه كداوي الفوق ونسات باللي لتحت راه خماج. قبل ما تداوي الفوق داوي لنا لتحتاني، هذاك راه خماج خانز. واش انت كتوري لنا داكشي واش حنا مشتاقين فيه وطلع لينا في راسنا؟ دوخينا بداكشي هذاك. حنا ما كنتسوقوش لداك الشيء هذاك. خصنا بنادم بعقلو، اما هادشي طلع لينا في راسنا. واللي غريب في الامر اخوتي ملي دخلت للصفحه ديالها شنو لقيت؟ المتتبعين ديالها هادوك المكبوتين اخوتي، المكبوتات اقسم بالله العظيم المتتبعين ديال صار يكون غير مكبوتين والمكبوتات. الا قلتو شي حاجه تخلو تشوفوا في ستوريات ديالها شكون اللي متبع وشكون اللي كيدير التعليق عليها. هذا المنكر اخوتي صراحه الله. هذه الشوهه صراحه الله الشوهه. وخلات التيك توك عاوتاني خناز هادشي باش كيعيرونا الدول الاخرى. الناس ديالكم كيبيعوا راسهم فابور واللحم خناس في المغرب. واش انت دايره الزيبو هادي ودايره السوتيان مات كتبيني راسك؟ شنو زعما شنو كيجيب لك راسك؟ زعما درتي واحد الانجاز اللي هو كبير؟ هادشي راه صراحه الله راه بيتفرج فيك غير المكبوت اللي ما عمري شافو هادي 60 عام ولا 50 عام. اما بنادم معقلو اقسم بالله يطلع لك الفيديو ديالك يعطيك بسينيال. والغريب في الامر اخوتي شي وحده ما عندها لا عقل لا والو كتدخل كتولي دير بحالها. ماشي كلشي ما كنعممش، ولكن بعض النساء اخوتي وحتى المزوجات اخوتي كيدخلوا كيشوفوا في هاد المناكر وفي هاد النساء كنسميهم انا النساء المنحرفات. هادو ما عمرهم ما يتزوجوا ما عمرهم يولدوا، واخا هي ولدت ولكن راه غتعيش معذبه فين. ولا كما قلت لكم اخوتي بحال النوع ديال النساء راه ما عمرهم ما يطفروها. وكاين واحد النوع ديال المتبعين ديال هذا النوع ديال الناس اللي كيبينوا راسهم السوشيال ميديا. كتبان لهم هذه قدوه خوتي. خصكم تعرفوا واحد الحاجه، هذه راه ما نجحاش في حياتها. واخا يكون عندها الفلوس واخا يكون عندها شنو الفلوس عندها راه ما عندها والو، ولكن ملي كيشوفوها في السوشيال ميديا كتضحك وكتلبس اللي بغات شنو كيقولوا ديك النساء المحرومات. دوك المحرومات المعقدين. كاين اللي معقدها الزواج، كاين اللي معقدها شي واحد في الحومه، كل وحده كيفاش العقده اللي عندها. وكاين اللي مزوجه وكتبغي تسارى وكتبغي تدور وكتبغي تتفرج في هادشي، كتلبي الرغبات ديالها غير بعينها. هادي كتبان لي مثلا بحال هادي اللي كتبين راسها كتبان ليها قدوه. ولكن اخوتي هذه اكبر وحده فاشله اقسم بالله العظيم. الا قلبتوا في التفاصيل ديالها غتلقاوها فاشله بمعنى الكلمه. شي كاع البنت اللي كتبين التضاريس ديالها في اليوتيوب ولا في الفيسبوك ولا في تيك توك انا كنعتبرها فاشله. عندك شي عقل بيني شي حاجه، ديري شي حاجه، ديري الطبخ، ديري القرايه، ديري اي حاجه، ولكن باش تبيني راسك انا كنعتبرك فاشله وكتلعبي على العقول الفارغه. الناس اللي ما عندهاش العقل هما اللي كيتبعوك وكيتفرجوا فيك وكيديروا لك التعليق. شتي سمعوا البنات شتي بنات الاصل المزوجات شتي هذه الفاشله كتحاول تلعب بالعقول ديالكم شتي باش تجركم لديك العالم ديالها، هذيك العالم الموسخ. راه ماشي وحده كاين بزاف العداد منهم كيبدا يشطحوا في تيك توك ويبينوا. ولكن هادشي اللي درت هاد السيده اللي هضرت عليها دابا راه مشكله صراحه الله. انا ما عجبنيش ديك الفيديوهات. غيدخل شي واحد مشي دوله اخرى حاقد على المغرب غيمشي يدير لك فيديو يقول شو المغاربه كاملين فاسدين سحاره الفساد اولا. والله العظيم بهذا النموذج هذا كيعتبروا العيالات ديال المغرب كلهم فاسدين وكلهم فيهم الشهاده. ولكن ما كيعرفوش باللي المغرب راه فيهم العفيفات والشريفات صراحه الله. هما قليل ما كيبانوش في السوشيال ميديا، هذا هو المشكل. السوشيال ميديا كيعطي غير التفاهه، هادشي اللي من كيعطي السوشيال ميديا. اما العفيفات والشريفات اللي كيصليو وحافظين القران والله خوتي ما كيبانوش. علاش؟ حتى المتتبعين راه كيتبعوا غير التفاهه صراحه الله. هي هذه بغيني ولا كرهني المتتبع ديال هاد النساء هادو العاريات الكاسيات راه كيكونوا الراس ديالهم خاوي. مهما انت كتشوف ويجي الاخر يشوف موراك الفيديو ديالهم كيطلع في الطوندوز وكيولي هو الاولاني بسببك انت وانت واللي كيديروا نجيم واللي كيعلقوا واخا بالسبان. شي لا علقتي غير بالسبان راه الفيديو كيطلع كيتشاف كيشوفوا واحد اخر. كتولي كتساهم انت في نشر التفاهه والفضيحه الخاويه.